تعرف إن مصر بيتباع فيها 7% من الدواء المغشوش في العالم كله؟ كل 100 علبة دواء فيها 15 مغشوشين. بيتباع دواء مغشوش ب27 مليون جنيه في اليوم الواحد. 10 مليار جنيه دواء مغشوش في السنة. 25 ألف صنف بيتباعوا مغشوشين. أقول لك على الأخيرة بقى، 15% من الدواء الموجود في السوق مغشوش. أي دواء في الدنيا في شركة بتنتجه أو شركة معاها حقوق تصنيعه، وده بيكون حصري ليه ومحدش يقدر يعمله غيره، وده بيكون الدواء الأصلي. لكن في أدوية مهمة وناس ما تقدرش تستغنى عنها، زي الضغط والسكر والقلب أو السرطان، ودي أغلبها بتكون مستوردة، لأن الشركات بتبقى عارفة إنها أدوية مهمة فبيضربوا السعر بقى. تبقى التكلفة الأصلية 50 سنت بس، وتنزل السوق بأرقام أعلى من كده بكتير. وعلى بال ما يوصل لنا في العالم التالت بقى بيتضرب سعره في 2 وفي 3، والناس بتشتري. هتعمل ايه؟ اصل دي مسألة حياة او موت. لكن الازمة اللي بجد بتحصل لما الدولة بتقفل استيراد والدواء ما بيبقاش موجود اصلا، لا محلي ولا مستورد. وهنا بقى بتبدأ المافيا. وركز معايا قوي عشان اللي جاي مش لطيف خالص. صلي على النبي ويلا نبدأ. الصين اكبر سوق لاي حاجة مضروبة في العالم. عندك مثلا زي نايك، اديداس، ديور، جوتشي، لوي فيتو، حتى ايرماس ضربوه. وطبعا كلكم شفتوا الكلام ده بعد فضيحة البراندات. الصين مش مخلية، ما هم مليار نسم هيقعدوا فاضيين كده؟ لا طبعا. فبيضربوا اي وكل حاجة، حتى الادوية ما نفدتش من تحت ايديهم. بيشوفوا الانواع اللي ملعلعة في اوروبا وامريكا وبتتصدر للعالم ويروحوا يضربوها على طول. لا وكمان بتنزل بربع التمن. طب والهند يعني هتقعد تتفرج كده؟ ما هم كتير هم راخرين زي الصينيين، فدخلت على الخط وبقت بتضرب دواء واحسن منهم كمان. عندك مثلا دواء زي بالفيكس تاب، اشهر دواء لتدويب جلطات القلب. الاصلي منه معدي 400 جنيه، انما الصيني ب 140 بس. والهندي بقى احسن منه سيكا ب 200 جنيه بس. هما الاتنين مضروبين. وغيرهم كتير من الادويه اللي بتتضرب وبتنزل بربع التمن. ودي حاجه جميله خالص ان الادويه الغاليه يبقى في منها كوبي وبسعر ارخص بكتير. بس هي مشكله الادويه دي مش بس مضروبه، لا دي ما بتخشش البلد بطريقه مشروعه كده، لا بتبقى متهربه. وبرضه مش هي دي المشكله الحقيقه. المشكله متهربه ازاي. الدواء لما بيتهرب بيتهان حرفيا، لانه اما بيتهرب في عربيات نقل كبيره محمله الاف كراتين دواء في الصحراء، وخصوصا من ناحيه ليبيا. وطبعا ما بيقولوش انهم محملين ادويه، امال هي اسمها متهربه ليه؟ فبيحطوا فوق الكراتين دي اي حاجه تغطيها بقى، جبس، اسمنت، رمل، على اساس ان النقل حاجه من دول. متخيلين؟ اسمنت فوق ودواء تحت. لو ناقلين بيروسول هيبوظ. وفي مارس 25 اللي فات ده اهو، عربيه نقل من بتوع تهريب الدواء على خط مصر ليبيا عملت حادثه وانقلبت، والمفروض انها محمله اسمنت. بس الناس اتفاجئت ان الاسمنت ده كام شكاره كده بس، انما الباقي كله كراتين دواء. وتاني طريقه بقى في التهريب البحري، وده بيبقى على سكيل اكبر بكتير. كونتينر بحاله وكانهم مستوردين لعب اطفال وقماش، بس الحاويه كلها ادويه. انما التهريب بالطيران بقى ده قصه لوحده، لان بيبقى فيه حيل والاعيب ولا ملاعيب شيحه. اللي بيبقى مخبي في الشنطه، اللي بيبقى مخبي في نعل الجزمه، واللي بيحشوا بيه السمك، واللي عنده جيب سر في الشنطه بتاعته. وليله كبيره حضرتك، ده في 2019 قبضوا على واحد مصري في المطار مخبي وسط هدومه 26 ألف قرص دواء معدة و10 آلاف قرص أدوية سرطان. ده أسطوري ده. وفي 22 قبضوا على واحد مصري برضه كل يومين يلاقوه رايح جاي على تركيا، وهو ولا بيشتغل هناك ولا تاجر شنطة حتى. ولما فتشوه لقوا جيب سر في الشنطة فيه 50 علبة دواء سرطان من اللي بالشيء الفلاني ده. وشوفوا بقى هرب قد ايه قبل كده، ما هو رايح جاي على الخط. وهي المشكلة في الأدوية دي مش بس إنها متهربة، لا المشكلة الحقيقية إنها بتتهرب في ظروف مش بتاعت أدوية خالص. يا حر قوي، يا برد قوي، يا رطوبة، يا شمس. ده كفاية الحوار بتاع الرمل والأسمنت ده لوحده، وده بيخلي الدواء يوصل للمريض فاسد وبايظ. لأن أي دواء بيجي من بره بيتفحص وبيتراجع، إنما التهريب لا بتتراجع ولا حد بيشوفها أصلا، من المخزن على المريض على طول. فبيبقى دفع دم قلبه في دواء أساسا بايظ. ونخش على المصيبة الجاية، مصانع الأدوية اللي مش مترخصة دي مافيا بتكسب فلوس رهيبة، أكتر حتى من تجارة المخدرات. بحر فلوس ملوش قرار، لأن ما بيكلفش حاجة خالص. مكان زبالة ولا مجهز ولا فيه بربع جنيه معايير. وبيجيبوا شوية مكن كبس وتعبئة البرشام من بتوع الخردة الشمال اللي بيشتروا المكن القديم بتاع المصانع. وأي مصمم جرافيك في أي مطبعة تحت السلم يعمل رسمة العلم وخلص الموضوع. فبتبقى طبق الأصل. المصيبة كلها بقى في ازايز الدواء الشراب، لانها لازم تبقى زي الاصليه بالظبط والا هنتهرش. فبتبقى لها مافيا مخصوص. المافيا دي بتجيب ازايز الدواء المستعمل من الزبالين. الزباله اللي انتوا بترموها دي مافيا كبيره، فلوس بالكوب. بس مش وقته بقى. الزباله بعد ما بتتجمع في المقالب الكبيره، البلاستيك لوحده والبامبرز لوحده وازايز الدواء لوحدها، ودي كنز داي، لانها
إنها بتتباع لمصانع الأدوية الشمال، وكل إزازة بيتحدد سعرها على حسب الدواء بتاعها، اللي دواها غالي يبقى سعرها غالي، واللي دواها رخيص تبقى أرخص. وأغلب المصادر بتقول إن أكتر ناس بتتاجر في إزازة الدواء المستعملة من الزبالة هي محلات البرفانات، بيغطسوها في شوية كحول وقال يعني كده اتعقمت، وبيعملوا لها بيدجات جديدة هم اللي طابعينها زي الأصلية بالظبط. بنشرب دواء من الزبالة؟ لا، والدور والباقي بقى اللي بيتحط فيه. أي دواء في الدنيا بيبقى شوية مكونات فوق بعض ومعاهم المادة الفعالة اللي هي أهم وأغلى حاجة في الموضوع كله، من غيرها يبقى الدواء كأنه بونبوني. المصانع الشمال بقى بتحط شوية الحاجات اللي فوق بعض وما بتحطش المادة الفعالة، أو بتحط حبة صغيرين كده علشان تبقى التكلفة قليلة جدا والمكسب بالعبيط. مش قلتلكوا بحر فلوس؟ وشوف بقى انت كم مرة أخدت دواء وما حصلش أي نتيجة؟ لا، افتكر بعد الحلقة مش وقت. وعشان كده الدواء اللي بيتضرب في الصين والهند أو حتى مصر بيبقى بربع التمن ومكسبه مضمون، لأن الأصل منه مثلا جملته 100 جنيه، والمستهلك اللي هو احنا بنشتريه ب150، إنما البديل قصدي المضروب جملته 30 بس. فلو الصيدلي باعه ب150 جنيه برضه يبقى كسب 120 بدل 50 بس. وخصوصا إن الأدوية مفيهاش مكسب كتير قوي يعني، أو بينزل لها بخصم 5 أو 10%، والزبائن تبقى مبهورة، وهي أدوية ملهاش أي 30 لازمة أساسا. وعشان محدش يكتر في الكلام، سنة 2016 الداخلية شمعت شركة صينية في المعادي كانت بتورد دواء الكارديتيون بتاع تصلب الشرايين للصيدليات والدكاترة، وكانوا بيبيعوه بخصم 30% من سعره الأصلي. لا، وباعوا منه فعلا آلاف مؤلفة وهي في الأصل مضروبة. تاخدوا التقيلة لما حصلت أزمة الدولار والاستيراد، شركات كتير مرخصة من اللي بتعمل الدواء الأصلي ما كانتش عارفة تستورد المادة الفعالة بنفس الكميات، لأن الأسعار بقت غالية قوي بقى، فبقوا يقللوا المادة الفعالة اللي بتتحط في الدواء. يعني لو الدواء محتاج 10 جرام مادة فعالة هم يحطوا 2 جرام بس، وبدل ما يطلعوا علبة يطلعوا 5. طب دي أزمة وماشي يا سيدي كلنا نشيل بعض، بس يا ترى بعد ما الأزمة خلصت رجعتوا كل حاجة زي الأول؟ لا، وده مش كلامي على فكرة، ده هيئة الدواء نفسها قالت سنة 22 إن عدد الأدوية اللي في التشغيلة مش مظبوطة، يعني التركيبة الكيميائية بتاعت الدواء اتضاعفت بنسبة 100%، يعني بقى كل الأدوية. هي الناس دي مش واخدة بالها إن ربنا فوق شايفنا ولا إيه؟ وفي حاجات كتير بس دي هنعمل لها بقى جزء تاني إن شاء الله.